من احلى والذ الطواجن طاجن اللحمه بالبصل ده، كده في حته تانية خالص. اللحمه بتكون دايبه، البصل مدي اللحمه طعم حلو جدا، والصوص التقيل الحلو ده من غير اضافات كتير بنطلع احلى صوص من اللحمه بطريقه التسويه المظبوطه. يلا نسمي الله ونشوف الطريقه على طول. واول حاجه حله على النار تسخن كويس جدا بمعلقه زبده، وننزل بقطع اللحمه. ده نص كيلو لحمه مقطعه مكعبات صغيره. هنزل واحده واحده كده بيه عشان درجه حراره الحله ما تنزلش، انا عايزاها تكون سخنه وتدي كده صدمه للحمه مع رشه فلفل اسود. ونسيبها دقيقتين كده، واول ما تتشمع من تحت او لونها يتغير هبدا اقلب اللحمه بالشكل ده. هنبدا بقى نقلب اللحمه لحد لونها كله ما يتغير وتدينا لون التحمير اللي هو البني كده او اللون الذهبي بالشكل ده. كده نحمر اللحمه من جميع الجهات ونعلي التست بقى بتاع اللحمه. ننزل كده فصين حبهان، فصين مستكه، ورقه لورا، وتقلبتين كده كمان. المستكه تسيح وريحه الحبهان تطلع. ننزل بقى في فصين توم مفرومين ناعم، وكمان رشه 7 بهارات او بهارات لحمه، وتقلبتين كده كمان. ونزود شويه فلفل اسود صغيرين. وبعد كده ننزل بنص كيلو بصل مقطعه شرايح كبيره بالشكل ده، ممكن تقطعوا اي تقطيع انتوا عايزينها. ده نص كيلو لحمه قصاده نص كيلو بصل. لو هتعملوا كيلو لحمه يبقى قصاده كيلو بصل، وده بيدي طعم اللحمه حلو جدا. هنغطيها ونسيبها كده على نار هاديه لحد ما تستوي. هي هتنزل الميه بتاعتها او الدهون اللي فيها هتسيح، مع كمان الميه اللي هتنزلها البصل. اهم حاجه تكون على نار هاديه عشان ناخد تسويه مظبوطه، وكمان اللحمه تطلع معانا طريه بالشكل ده. هنا استوت معايا 3/4 سوا، وزودتها نص كوبايه ميه مغليه بس. وهنا اللحمه بعد ما استوت 3/4 سوا هنزل بطماطمايه مقطعه قطع صغيره وقرن فلفل، والفلفل هنا اختياري. ونظبط الملح بتاعها ونقلبها بالشكل ده، ونسيبها كمان 10 دقايق على نار هاديه لحد كده الطماطم ما تتسبك شويه فيها. ولو عايزين بقى تاخدوا احلى نتيجه سخنوا الطاجن قبل ما تنزلوا فيه باللحمه. الوقت ده انا سخنت الطاجن كويس جدا، وسامعين الصوت بقى الحلو ده اللي نازل كده اللحمه في الطاجن. اي حركة تسخين الطاجن قبل ما نحط فيها اللحمة ده بينقل طعم الطاجن لحتة تانية خالص وبيخليه حلو جدا. بعد كده هغطي الطاجن بورقة زبدة وورق فويل وادخله الفرن كده يكمل سوا. شايفين بقى بعد ما طلعته من الفرن لسه طالع حالا، وشايفين بيغلي ازاي. هنطلع كده قطعة دايبة جدا ومستوية، والصوص ده منه فيه بنص كوباية مية بالظبط. ده اللي انا ضفته، لكن كل الصوص النازل ده نازل من اللحمة والبصل وبس كده. احلى طاجن لحمه بالبصل ممكن تجربوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا فولو للصفحه.